بكأس السوبر في الرياض، لذلك هي ثأر بالنسبة لأنشيلوتي ورغبة بمواصلة المشوار في الكأس اللي تستعصي على ريال مدريد لسنوات عديدة، بينما يعتبر برشلونة الأكثر تتويجا بهذه الكأس تاريخيا، وهذا هو سانتياغو برنابيو، المسرح الذي يستضيف هذه القمة والتي تعد بالكثير تاريخيا دائما. لوكا مودريتش يحاول بكرة، يا إلهي ضاعت من الأمير لوكا، فرصة لريال مدريد في وقت مبكر. شوفها مرة أخرى داني يسعى على اليسار، حطها البنزيما الكنترول، يا إلهي أجمل هدف لا يحتسب في التاريخ الكلاسيكو، ربما لقطة في منتهى الروعة. شوفها مرة أخرى، الكوفردي لكريم بنزيما يحاول يمر، كريم تسديدة لكن انتظار، لكن اللي بعد من جانب بوسكيتس، مودريتش تسديدة الصدر، فيني يحاول يمر على جهة اليسار بكرة عرضية خطيرة، ناتشو يحاول يمر أمام رافينيا، ورافينيا في التغطية واللي بعد تحولت بعد ذلك الكرة إلى ركنية لمصلحة ريال مدريد، تقريبا لم يتغير شيء في التاريخ. ليو كرة عرضية خطيرة لكن اللي بعد الدفاعي ومنع ريال مدريد من الوصول. تمرير لقاء فقط 6 انتصارات مقابل 7 هزائم و3 تعادلات، تغطية وتدخل وخطأ يحتسب الحكم لما يعرف ب اسمحوا لي القول بكرة طويلة أمامية خطيرة، فرصة تغطية وتدخل وخطأ يحتسب حكم المباراة. برشلونة يكسب الكرة، برشلونة بدأ يتنفس تقريبا في الكلاسيكو الآن ويظهر الآن بعض السمات شخصية أمام فرانكي ديونج، صراع كبير وبعد ذلك كامافينجا خطأ يحتسب الحكم، وإنذار أول. نعم إنذار أول على فينيسيوس، بطاقة صفراء تجعل مباراة بينما الكرة خطيرة لمصلحة القسم، وفرصة وكرة تسلل على برشلونة، تسلل ويا فرانكي زين، هدف يلغيه الحكم بداعي التسلل. إذن في لقطة كانت ياكم حكم المباراة، نعم يحتسب هدف لبرشلونة، 1-0 فرانكي زين، الهدف الأول للبارسا بعد العودة إلى الفيديو. غفلة من دفاع ريال مدريد، عمل كبير من الإيمواري، وهدف أول لفريق جافي. البارسا يسجل هدفه الأول في برنابيو في بطولته المفضلة، في مبارياته المفضلة، وأمام الريال في البرنابيو اعتاد على لاعب ريال مدريد. كرة أمامية، محاولة خطيرة للوكا مودريتش، وبعد ذلك إلى فيني عرضية أقرب إلى مارك تير شتيجن بروعة كبيرة. مارك تير شتيجن الخبرة الكبيرة والتألق في الفترة الأخيرة إلى مصلحة فالفيردي، وتمرير المين مر بروعة، مر طويل الكرة باتجاه كريم، لكن التغطية من كريم للبارسا على اليسار، قريب بكرة عرضية خطيرة لكريم بنزيما بالكعب، لكن الدفاع يتألق. توني كروس تغيير اتجاه اللعب، حلوة وكرة، يا إلهي يا لها من تمريرة يا توني. كروس إلى ناتشو بكرة عرضية خطيرة داخل منطقة تيرشل، فينيسيوس يحاول اختراق عن طريق العمق، جونيور بالدي يلعب الكرة لتوريس، الشوط الأول 1-0. الشوط الثاني سينطلق معه بالتأكيد الفريقين البحث عن الحصول على نتيجة الفوز في هذه الأمسية. ما يريد برشلونة اللي جعل الضغط أكثر، مهارة والتمريرة، وفينيسيوس طالت عليه، وبعد ذلك هي إلى ضربة مرمى، وليست ركنية. تشتعل الأجواء في البرنابيو، ضغطا هائلا عن حاد فالفيردي بكرة خطيرة، والتسديدة يسار، يحاول يمر أمام راوخو، فيني وراوخو يكسب في هذه اللقطة فقط. كرة عرضية خطيرة بالراس لكنها تباع، تشتيجن بروعة كبيرة أمام فالفيردي، طويلة الكرة إلى كامافينجا تمويه، كامافينجا التسديد لكنها بعيدة. لقطة كانت خطيرة لمصلحة ريال مدريد. ناتشو ورافينيا أقرب الكرة، يكسب خطأ ويحصل ناتشو على يده. نعم
انذار بطاقة صفراء امام هذا الهجوم المدريدي. كرة عرضية خطيرة لكن الدفاع ياتي اليمين. ميليتاو بكرة يبعدها. فينيسيوس يبحث عن كرة عرضية خطيرة وتر شتيجن يتألق في منتهى الروعة، في منتهى الخطورة، في منتهى الجمال. كامافينجا فالفيردي بينية باتجاه لوكا مودريتش تسديدة لكنها اصطدمت إلى ركنية لمصلحة مدريد. الضغط يستمر، الهجوم يبقى، المحاولات لا تنتهي. الريال يبحث عن التعدي عن الحلول. كامافينجا يحافظ على كرته صعبة وبالدي تغطية في اللحظة الأخيرة وكوندي منطقة قريبة تصل إلى داني كارفاخال بعرضية خطيرة. المحاولة للبارسا للبحث عن كرة عرضية داخل منطقة على جهة اليسار. فينيا ماما راوخو وبوسكيتس بروعة كبيرة وكوندي آسف. تدخل قوي في هذه اللقطة بالتالي انذار. شوف مرة كرة عرضية داخل المنطقة لكن اللي بعد من جانب ألونسو. فالفيردي بدأ حلوة التمريرة خطير لرافينيا وكرة من رافينيا. تغيير في تشكيلة محاولة عرضية داخل المنطقة لمصلحة برشلونة بالراس لكن توريس بكرة حلوة وكرة يا إلهي مستحيلة يا ماتين. مش ممكن اللقطة الأخيرة. هذا صفراء في هذه المباراة بالتالي لن يكون متاحا في موتي ديونج وصلابة أيضا كيسيه. تسلل على كامافينجا وكرة لكنها تبعد على مرتين من الدفاع. لا زالت مصلحة مدريد. بنزيما فالفيردي إلى مودريتش فينيسيوس تمرير المودريتش تسديدة لكن اليوم بأداء كبير جدا لألونسو. كرة عرضية لكنها لعب روعة على اليمين. داني على اليمين. داني بكرة عرضية. كرة لداني كارفاخال. داني على جهة اليمين لم سول في هذه الأثناء. بينية لفينيسيوس لا شيء.